لما بتعرف نوع الجوع اللي عندك بتقدر تتغلب عليه وتتحكم في شهوة الأكل على المدى البعيد. الناس اللي فاكرة إن إحساس الجوع بينتهي نهائياً بعد العملية محتاجين يشوفوا الفيديو ده. الحقيقة إن إحنا بنستأصل في عملية التكميم جزء من المعدة المسؤول عن إفراز هرمون الجريلين، والهرمون ده مسؤول بنسبة كبيرة عن الإحساس بالجوع. لكن الجسم ذكي بيعمل حاجة اسمها أدابتيشن، بيبتدي يحصل تكيف وجزء من إحساس الجوع بيرجع تاني بعد فترة. صحيح مش بيرجع بنفس الشراهة اللي كان موجود فيها قبل العملية، لكن بيكون في جزء موجود. علشان كده مهم جدا ان انت تفرق بعد العملية ما بين انواع الجوع، هل ده جوع حقيقي؟ هل ده جوع عاطفي؟ هل ده جوع بحكم العادة؟ دورنا مش بس ان احنا نصغر المعدة، دورنا ان احنا نعرفك الفرق ما بين انواع الجوع وبعضها. الحقيقة ده بيتم من خلال تيم متخصص هيلث كوتشز بيعلموك كل النقط دي. لما بتعرف نوع الجوع اللي عندك بتقدر تتغلب عليه وتتحكم في شهوة الاكل على المدى البعيد، ودي من العوامل المهمة جدا بعد نجاح العملية. عشان كده أنا بقول إن المتابعة بعد العملية مش رفاهية، ده جزء مهم جدا من نجاح العملية. لو أنت عندك أي مرحلة من مراحل الجوع تقدر تسيب لنا في كومنت نوع الجوع اللي عندك، وإحنا نساعدك إزاي تتغلب عليه.